السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ومع الحلقة الثانية من بطولة مهرجان عدلي للبليدز، مسابقة عدلي للشطرنج الخاطف. آه بطولة البليدز. شفنا الجيم اللي فات، أول جيم ليا، واللخبطة اللي كانت موجودة على موقع المسابقة. كل واحد فينا المفروض يبقى عارف قبل الجيم هيلاعب مين والبورد بتاعته ايه. حصلت لخبطة جامدة. عدت ال5 دقايق والجيم نفسه اصلا 3 دقايق. فانا قبل ما تبدأ الجولة ارهقت واتلخبطت جامد لغاية ما عرفت المكان الصحيح بتاعي. وكمان اول ما عرفت المكان الصحيح ببص قدامي، بشوف، عرفت ان الكابتن حامد وفا كمان هو اللي هيلاعبني. قلت هي ايه، خربانة خربانة. كمل وما يهمكش يا ابني. خسرت بالوقت والموقف كان متكافئ في اللعبة. بس الحمد لله حصل خير. تعالوا نشوفوا الجولة الثالثة بتاعتي مع الكابتن محمود رشدي بتقييم 2133. كابتن حامد وفا معدي 2200 برضو، يعني مدعكة أو مجزرة زي ما بيقولوا. تعالوا نشوفوا الجيم ده في الجولة الثالثة بيني وبين الكابتن محمود رشدي بتقييم 2133. انا بدأت الدي 4، وزي ما حضراتكم عارفين ان انا بحب العب الكوينز جامبت. قال لي نايت اف 6 دفاع الهندي، قلت ماشي. سي 4 قال لي جي 6، قلت له نايت سي 3، قال لي بيشوب جي 7. قلت له اديني بقى البدء الثالث في النص، 3 بيادق في الوسط. اي 4 تشكيلة بيضاقية قوية. قال لي سي 5، دلوقتي بضرب لك الوسط قبل ما بيت. دي 5، قلت له انا بزق يا كابتن محمود معلش. قال لي ولا يهمك يا ابو السماسم. اي 5 كمان. بيشوب دي 3، دي 6، والانجن دلوقتي بيقول لي انت معاك تفوق 1. ورب نايت جي اي 2، اي 5، تبيت بيشوب جي 5. ربطت له الحصان. قال لي كوين اي 7، نايت بي 5، نايت بي دي 7. عاوز اقول لكم ان الجيم ده طويل، رغم ان هو بليدز، هو تقريبا معدي 70 نقلة. اي 4، بي 6، كوين دي 2. لعب عادي جدا، بنتشر بالقطع بتاعتي وبوصل الارقاق ببعضها. طبي روك دي 8، اف 4. قلت له افتح لي العمود الاف لو سمحت. اتش 6، امشي بالفيل بتاعك. قلت له بيشوف في اف 6، نايت في اف 6، اف 5. لعبة جيدة، بس التفوق دلوقتي بقى نص الاسود. جي في اف 5، اي في اف 5. قال لي اي 4، بيشوب سي 2. رجعت بالفيل يتاكل. بيشوب اي 6، هات حصانك. قلت له خده عادي. نايت اي سي 3، حصان حمى اخوه زي ما حضراتكم شايفين كده. هاكل بالحصان. قال له بيشوف في بي 5، هخف الضغط شوية بتاع الأحصنة ده، هات واحد منهم. قلت له بالهنا والشفا. نايت في بي 5، اي 3، كوين بي 3. ودلوقتي الشكل ايكوال اي 2. اللي هات الرخ بتاعتك روك اف اي 1. معظم اللعيبة تقال زي اللي معديين 2000 ما بيهمهمش ان هو يبقى عنده تفوق في البليدز قد ما هو يربكك ويعمل لك مشاكل تحرق فيها وقت ويقدر يكسبك بكل سهولة، لان
طول ما انت وقتك بيقل انت عمال بتخسر فرص المكسب بتاعتك بكل سهولة. ليه؟ لان انت دلوقتي تفكيرك وانت معاك 3 دقايق غير وانت معاك نص دقيقة. بتفكر عاوز تنجز نفسك قبل ما الوقت يخلص فبتغلط. هو بيلعب على الحتة دي. روك اي 8، كوين جي 3، نايت اتش 5، كوين اف 3، كوين جي 5، روك في اي 2، كلت البيدق قلب الهنا والشفا، هات رخ في رخ، روك في اي 2، كوين في اي 2. قال لي والبيدق كلته بتهديد تيمبو على الرخ بتاعتك، بيشوب في بي 2، روك اي 1، بيشوب اي 5، كوين اي 3. تعال نكسر كوين اف 6 مشي، كوين اف 3، نايت جي 7، كوين جي 4، كينج اتش 7. عاوز يفضي مربع تقريبا للرخ، روك اي 3، روك جي 8، جي 3، نايت اي 8. هات وزيرك ده. قال له كوين اتش 5، كوين جي كوين جي 5. قال لي تعالى نكسر، قلت له ما عنديش مانع يا كابتن محمود. روك جي 5، كينج جي 2. انا في الوضع ده وضعي كويس نسبيا، يعني عندي 3 عساكر على جناح الملك و3 عساكر يعتبر على جناح، او عسكريين في الوسط وعسكري على الجناح. 3 هنا و3 هنا. الوضع متساوي ايكوال. نايت اف 6، نايت اي 7، كينج جي 8، نايت سي 8. كيلوهات البيدق ده يا كابتن محمود. روك جي 4. قلت له مفيش بيادق للأكل، عميته. كينج اف 8، كلت البيدق، كينج اي 7. قلت له هات كشة بس بسيطة. نايت سي 8، كينج بي 7. قلت له نايت اي 7، روك جي 8. قلت له ممنوع المربع ده تيجي عليه. روك اي 8، حمى البيدق بتاعه لانه كان مضروب بالحصان. قلت له خليك شوية بالروك بتاعتك عطلانة. روك اي 1، بيشوب سي 3. هات الروك ورايح اقفل من هنا، واذا اكلت بالحصان تعمل لي بيدق سالك. قلت له روك اي 7، هات كشة بس بسيطة يا كابتن. كينج سي 8، روك اف 7، روك اي 6، كينج اف 3، روك بي 6. قلت له نايت اي 7 تشيك. قلت له نايت بي 5، قفلت لك العمود. رخك دي ما بتشتغلش واقفة. الإرخاء زي ما حضراتكم عارفين بتحب الأعمدة المفتوحة، وأنا قفلت له العمود المفتوح وضاغط بالرخ بتاعتي على السابع هنا. بيشوب اي 5، بيشوب اتش 4، بيشوب اي 5، اتش 4، اتش 5. دلوقتي الانجن عمال يقول لي انت معاك تفوق 4، مبروك انت كسبت يا عم الانجن، القطع لسه كلها على رقعة. كسبت ازاي؟ روك اف 8 تشيك. طلع كينج بي 7، روك اي 8. هات البيدق ده. قال لي نايت جي 4. كلت البيدق، رجع بالروك روك بي 7 ومانع الكشات. قلت له روك اي 8، انا عندي بيدق سالك عاوز
ادعمه وازقه. نايت في دي 4، سي في دي 4، كينج اي 4، نايت في 2، كينج في دي 4. ودلوقتي التفوق بتاعي قاعد عمال بيكبر واحدة واحدة. بيشوب اف 1، اللي روك دي 4، روك اي 5. قلت له جمد لي وضع الرخ بتاعتك دي، خليها في النص عادي، انا مش فارق معايا المكسب، مش هيطير. روك بي 1، بيشوب اي 2، عاوز الفيل، شد بالفيل. نايت اتش 1، هات البي ده. قلت له خلاص خده حلال عليك. بيشوب في اتش 5، نايت في جي 3، بيشوب جي 6، روك اتش 1، هات البيدق. قلت له زقيته اتش 5، قال لي هات البيدق ده. كلت وخلصت من قطعة. قلت له هات سي 5، كل الرخ ده كمان، رخ اف 5. قاعد عمال اخد في بنيات وبستحمل واحدة واحدة، معلش. روك في اف 5، سي 6. قلت له البيدق السالك ده خلاص بقى مشكلة عندك. روك اف 8، روك بي 5. قال لي هات طيب البيدق ده. قلت له حميته. قال لي رجعت بالملك ادعم الرخ بتاعتي وامنع سقة البيدق بتاعتك ديا، وقف. قلت له براحتك. كينج اف 4، روك اي 6، بيعمل بلوك للبيدق السالك. كينج اف 5، انا رايح هنا واضغط على البيدق. كينج سي 7، كينج اي 6، روك اي 7. قلت له كينج اي 7، ما قدامكش انت دلوقتي في شكل من اشكال الزجزج، الخسارة الإجبارية. كينج بي 6، روك اتش 7، كينج سي 5، روك اتش 5. ما تدفعش البيدق ده، وفي أي لحظة ممكن الشكل يتعادل منك يا حاج أسامة بستيل ميت وتخنق الملك بتاعي. قلت له أبطلها أحسن يا كابتن محمود. اي 6، روك اتش 7، روك بي 7، روك سي 7. قلت له دي 6. كلت قدامك مربعين، اختار واحد تروح فيه، سلامتك تهمني. كينج بي 8. قلت له دي 7، اتفضل عندك مربعين برضو. جالي كينج سي 7، قلت له كوين، جبت لك وزير، اتفضل كله. تاكل ارقي وزير هنا وموتك كش في كش. مات يا دوب استسلم في الوضع ده بعد 79 نقلة في ماتش بليدز 3 دقايق وثانيتين مع كل نقلة. الشطرنج قد ما هو شيق قد ما هو صعب وقتالي. يا رب تكونوا انبسطتم بالحلقة، وشكرا لحضراتكم على المشاهدة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.